اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل بانيه ورز بالكركم وسلطه دقوس. تتبيله بسيطه جدا: بصل، طماطم، فلفل اخضر، فصين توم ضربتهم في الخلاط نعمتهم، بعد كده حطيتهم في الطبق معايا فلفل، ملح، بهارات، بابريكا، حبايه بيض واحده، وببدا اقلب الخليط وادوبه في بعضه. وبعد كده معايا 3 معالق دقيق هحطهم برضو واقلبهم كويس ادوبهم كويس. وبعد كده هجيب البانيه وانزل بيه في التتبيله. انا غسلاه، قطعت كام قطعه زي الستريبس، والباقي سيبته بانيه زي ما هو، شرايح بانيه عاديه خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. هركنه نص ساعه في التلاجة. وبعد كده هجهز الرز: معلقتين زيت كبار، بعد كده هنزل بالرز هشوحه كويس قوي لحد ما يخرفش معايا في الحله زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده لما يسخن معايا كويس قوي هروح نازله عليه كركم، كاري، فلفل اسمر، 7 بهارات، وهقلب كويس وهحمصه برضو معايا لحد ما اللون الاصفر بتاعه يظهر. ما شاء الله كان بيخرفش وكان طعمه تحفه وفي منتهى الجمال. زودت الميه وبعد كده هسيبه يغلي. مجرد ما هيغلي هوطي عليه النار وهسيبه يتردد مع بعضه. انا كده جبت الفيجيتار. ده فيجيتار سايب على فكرة، موجود عند العطار. بعد كده هنزل على البانيه، هنزل بالبانيه على الفيجيتار وهتبله. وبعد كده هخلصه كله واخده احطه في التلاجة برضو نص ساعة. وبعد كده هاخده حمره. دي النتيجة النهائية زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله أكلة مغذية جميلة. طبعا ولادنا كلهم بيحبوا الأكلات الناشفة دي زي ما حضراتكم شايفين. سلطة دقوس. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. أشوفكم على خير إن شاء الله.